هناكل ايه؟ سؤال عادي جدا بيجي في بال كل واحد فينا على الأقل مرتين في اليوم. وبعد ما تحضر السفرة وتجيب الأطباق والشوك والسكاكين والأكل نفسه على فكرة انت نسيت المعالق. تمام. لما يجي ميعاد الأكل بنطبق فلسفة ادي جامد. فطار بقى، غدا، عشاء، مش مهم، المهم تاكل بعينيك الأول. وعلى رأي المثل، الراجل من غير كرش زي الجوجل من غير سيرش. احنا الأنيميا بقت عندنا في السماء والكرش بقى واصل للركب، وده من طرق وعادات كتير غلط في نوع أكلنا احنا تعودنا عليها. طب نعرف منين إن أنواع الأكل اللي بنحبه هو ده الأكل الصح ولا لأ؟ ولو هو شغال ناكل من كل صنف قد إيه؟ بسيطة، زمان كان في حاجة اسمها الهرم الغذائي، كان ابتكار عالمي بس مش عملي، عشان الناس بطلت تاكل في أهرامات من ساعة ما خوفو جاله تسمم. حد يجيب له أنتينال يا جماعة. إحنا بناكل في أطباق، وعشان كده المتخصصين في التغذية عملوا تقسيمة الطبق. تعالوا نسميها طبق طبقنا. طبقنا فيه القيمة الغذائية اللي جسمنا محتاجها، يعني ببساطة بيجاوب لك على السؤال اللي بيجي على البال كل يوم: هناكل إيه؟ في خضار وفاكهة وحبوب وبروتين ومنتجات ألبان. الخضار أكتر حاجة في الطبق، يعني أقل من نص الطبق بحاجة بسيطة. أهم حاجة في الخضار التنوع، وأحسن طريقة تعرف بيها إنك بتنوع إنك تاكل خضار بألوان مختلفة. تفنن في الطبق، ارسم لوحتك يا فان جوخ، كده الجسم بيحصل على الفيتامينات اللي محتاجها في اليوم. أو النبي خلي بالك من حاجة، الخضار ما بيحبش الهري الكتير. لما تيجي تطبخه خلي بالك إن يفضل اللون فيه ويبقى مقرمش شوية. لو الكوسة بقت طرية ومهرية راحت فايدتها الغذائية. بعد كده عندك الحبوب، وده حوالي ربع الطبق. الحبوب دي مش اللي في وشك، لأ، دي الحاجات اللي زي العيش والمكرونة. يجي يسألني صديق البرنامج: هي المكرونة بقت حبوب اليومين دول؟ أقول له تصدق دي المكرونة بتتعمل من حبوب القمح، وفي برضو الشوفان اللي هو الأوت ميل والرز، بس كتره مش حلو. ودول بيدوك الكربوهيدرات المعقدة اللي بتديك طاقة في اليوم، وكمان نسبة الدهون والكوليسترول فيهم خفيفة. نخش في التقيل، البروتين 20% من طبقك، وده بقى اللحوم، اللحمة، الدواجن والسمك والسي فود. بس يستحسن يكون البروتين خفيف زي السمك والدواجن. وما تنسناش في المشويات عشان صحية أكتر من المقليات. واللي الناس ما تعرفوش إن الفول والمكسرات فيهم بروتين برضو، بروتين نباتي. فاضل منتجات الألبان، ودي مهم جدا إنها تكون موجودة في طبقنا، ودي بقى 5% من اللي في الطبق. يعني كوباية لبن أو علبة زبادي في اليوم، يبقى كده جسمك مرضي واخد كل الكالسيوم اللي محتاجه. وما تستنصحش وتقول ما هي الزبدة منتجات ألبان وتدبلك كوباية زبدة في اليوم. خشيلي بقى على الحلو، الفاكهة مسكرة ولذيذة وتتاكل نية كده، وممكن طبعا نستهلك الفاكهة في شكل عصير طبيعي. خليك فريش كده. وما تنسوش إن مع الأكل المتوازن لازم نشرب على الأقل 8 كوبايات مية في اليوم عشان تبقى الدنيا شغالة بسلاسة. طب قد إيه بقى من اللي أنت بتاكله بيسد في النسب دي؟ أي حاجة أنت بتشتريها من السوبر ماركت بيبقى عليها علامات زي دي أو دول. دي اسمها المعلومات الغذائية، وبتقولك اللي في اللي اشتريته ده بيمثل قد ايه من احتياجك اليومي. طب يعني ايه الكلام الكتير اللي على العلامة؟ ويعني ايه سيرفينج سايز؟ وايه الفرق بين الدهون المختلفة؟ والكلام الكبير اللي انا شخصيا مش فاهماه. تابعونا على شكلك أكلك، احنا هنشرح لكم بالتفصيل كل الحاجات المختلفة دي وأكتر. وما تنسوش اقرأ واعرف فوايد أكلك، ده شكلك أكلك. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتزورونا على شكلكأكلك.com عشان تعرفوا معلومات أكتر عن طبقنا وبقية الحلقات بتاعت شكلك أكلك. الحلقة دي برعاية ريتش بيك، سوبر ماركت سعودي، دومتي.